أنا بحبك علشان انت ناجح. انا بحبك عشان انت مشهور. الحب المشروط. النهارده في الفيديو ده انا جاي اتكلم معاكم عن الحب المشروط، وعن ايه اثاره علينا في علاقاتنا وفي حياتنا، وعن ايه الفرق بينه وبين الحب العادي او الحب الغير مشروط. فلازم تكمل الفيديو ده للاخر، وما تنساش تعمل فولو ولايك. الحب المشروط هو عبارة عن اننا بنربط الحب بشرط معين، زي مثلا انا هحبك عشان انت مشهور. طول ما انت مشهور فانا بحبك. انا بحبك عشان انت شخص ناجح. انا بحبك عشان انت بتسمع الكلام، بتجيب لي اللي انا عاوزاه. فدايما رابط الحب بشرط معين، طول ما الشرط ده بيتحقق فانا بحبك. بس ده ليه اثار سلبية جدا عليك انت كشخص وعلى العلاقة اللي انت فيها اصلا. عليك انت كشخص دايما بيحطك تحت ضغط، بيقلل من ثقتك في نفسك، بيزود فيك الشعور بالرفض وعدم التقبل. فدايما حطك تحت ضغط ان انت لازم تحقق حاجة او تحقق انجاز علشان تتحب، مش انك تتحب لانك فعلا تتحب. وده اللي بيختلف بينه وبين الحب الغير مشروط او الحب العادي. انا بحبك عشانك انت فعلا تتحب. انا متقبلك بكل اوضاعك، انت مش محتاج تثبت حاجة علشان اثبت لك حبي. بالعكس انا بحبك علشان انت. طيب ايه اثاره علينا في العلاقات؟ اثاره في العلاقات ان هو بيحول العلاقات دي لعلاقات سامة، زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو اللي فات، تقدر ترجع له. بيحولها لعلاقة سامة ودايما حطك تحت ضغط، لانك بتبقى عبارة عن شخص مستنزف، دايما لازم تعمل انجاز علشان العلاقة دي تفضل مكملة. وبيأثر على العلاقة، بيخليها دايما متوترة ومش مستقرة. الدراسات اثبتت ان الحب الغير مشروط او اللي هو الحب العادي ليه اثار ايجابية كتيرة جدا، وخصوصا في تربية الابناء. لانك لو ربيت ابنك على حب الغير مشروط او الحب العادي، الابن ده هينمو على الثقة بالنفس، دايما هينمي ثقته في نفسه، اللي هو بيحب ذاته، مش محتاج يثبت حاجة لحد عشان يتحب. وفي العلاقات هيحولها لعلاقات عاطفية مستقرة زي ما قلنا. فهنا في مساحة نفسية بنقدم كل يوم معلومات جديدة عن ازاي تزود من صحتك النفسية. فانت لو مهتم انك تزود من صحتك النفسية تقدر تعمل فولو ولايك. ودايما في الاخر هنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.